السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى معانا عرض حلو قوي يعجبكم ان شاء الله. نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. انا وزنت هنا في حلة العجان 400 جرام دي اسبونج، واحط معاهم 4 بيضات، واحط معاهم معلقة فانيليا، واحط معلقة محسن حلوة كده يعني مليانة كبيرة، وايه تاني، ونص كوباية مية. اهم حاجة البيض يبقى كبير عشان يديكي ارتفاع حلو للسبونج وكده. حبيبي بقى، انا بقالي كتير قوي قوي ما نزلتش على القناه دي، بقالي كتير قوي ما نزلتش فيديوهات عليها. فحبيبي بقى اللي بيشوفوني ما ينسونيش بقى بتعليق كده وبلايك عشان الفيديو. انا مش عارفه مشاهداته هتبقى عامله ازاي، لاني بقالي اكتر من شهر ما نزلتش او شهرين على القناه القديمه دي خالص. فعاوزاكم بقى ما تنسونيش بقى بلايك حلو كده وبتعليق. هعمل في صاج 40 في 40. الصاج اللي عندي مقاسه 40 في 40. طيب لو انا ما عنديش صاج 40 في 40، هتعملي اللي هو 30 في 50. يعني اي صاج عندك، اي صاج اشتغلي فيه 30 في 50 برضه هيديكي نفس النتيجة دي. لكن انا اللي عندي 40 في 40. فاي صاج عندك مثلا اشتغلي فيه يعني، وقيسي بقى يعني هتقيسي بالمسطرة وكده. يعني الصاج اللي عندك مش نفس المقاس اللي الصاج اللي عندي، بتقيسي بالمسطرة. ولو الصاج كبير هيطلع مثلا، لو الصاج اكبر من 40 في 40 بتزودي طبعا بيضة، بتزودي 50 جرام او 100 جرام، وبتزودي بيضة. وبتقيسي بقى بالمسطرة، يعني انت بتقيسي بالمسطرة بتقطعيه ازاي وكده. كده انا ضربت الاسبونج وهحطه بقى، ما بياخدش 10 دقايق في الفرن على درجة حرارة عالية. طبعا الصاج اللي عندي ألمونيا. ما شاء الله الصاجان الألمونيا دي بتطلع السبونج ما فيهوش غلطة ولا محروق ولا في اي حاجه، بيطلع ما شاء الله حلو. انا مبقتش احب اعمل في اللي هما المجلفنين دول عشان بيحرقوا لي السبونج. ده بقى كان تاني يوم. احط بقى قشرت الوش بقى زي ما انتوا شايفين كده. الاول بيتقشر بكل سهوله ما شاء الله. السبونج زي ما انتوا شايفين اهو طلع مال الصاج. هقشر بس كل الحاجات دي الاول كده. انا اول ما الصاج خرج من الفرن رحت مسلكاه عشان الاسبونج ما يلزقش فيه. يعني اول ما الصاج خرج وهيدي 5 كده، رحت جايبه سكينه كده ورحت مسلكاه خالص. جيت اما قلبته اتقلب على طول. انا كنت اقشر الظهر بس لقيته حلو، يعني الظهر مش ما فيهوش حاجه، لقيته حلو ورحت سايباه وكده. هجيب بقى مسطره، هقطع بقى اللهم صل على النبي على الطول. الطول 12. لا، العرض 12. العرض 12 والطول اللهم صل على النبي 18. يعني انا قسمتهم زي ما انتوا شايفين كده. العرض 12 والطول طول التورتاية هيبقى 18 سنتي. قطعت كده. جيت اقيس كده وبعدين رجعت بقى ايه، رحت شايلاه. الصاج ده هيديني 3 ترط. ال3 ترط دول انا هبيعهم، اقول لكم على سعر البيع بتاعهم، يعني بسعر مش غالي، بس عشان نشتغل يا جماعة الدنيا مريحة خالص، فلازم نعمل عروض. يعني تعالي على نفسك شوية واعملي العروض وكده. زي ما بوريكم اهو بقيس على الطول 18 والعرض العرض اللهم صل على النبي 12. او ممكن يبقى العرض يعني ايه هو 12 او 11. لو 11 برضه يبقى حلو. قطعتهم زي ما انتوا شايفين كده يدوني 3 ترط. شلت كده الحروف اللي هي في الجنب دي عشان حسيتها ناشفة، فسويتهم كده. والحاجات اللي هي مش عجباني يعني شلتها وكده. حاجات بسيطة خالص يعني، ما كنتش بهدر منه. بشيل حاجات بسيطة كده خالص. هنزل برضو العرض ده على قناتي الجديدة ان شاء الله. اللي عاوز يشوفه يبقى يخش يشوفه على القناة الجديدة، ومع شغل تاني يعني مع تورات تانية وكده. انا بقيس برضه اهوت، عمالة بتأكد يعني ان هم كلهم ايه مقاس واحد، لان بصراحة انا مش بحب اقيس بالمسطرة خالص. انا بحب اقطع كده على طول. بس انا حبيت ان انا اقيس بالمسطرة عشان خاطر يطلعوا زي بعض بالظبط، ما تطلعش واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. ال3 ترات دول خدوا مني كوباية كريمة بروزتاتهم. لو مش هتعملي روزتات ياخدوا اقل من كوبايه الكريمه، لكن انا عشان عملت بيهم روزتات وكده خدوا مني كوبايه كريمه بالظبط.
الكريمة اللي انا شغالة بيها المضرب. كريمة حلوة اوي ما شاء الله، بتقبل مني مية. بترمي معايا، يعني انت بتجيبها رخيصة ما بتوفرش معاكي، بالذات في الصيف دي بتسيح وتبقى وحشة. لكن دي طبعا بتوفر معايا، يعني انا بطلع من الكوباية مثلا 3 ترات 4 ترات. فالكريمة ما بيكون غالية بيبقى حلوة، يعني بتريحك في الشغل وبتديك نتيجة حلوة. بترمي معايا، يعني بترمي معايا ومتبقاش سايحة كده ولا عرق ولا اي حاجة. بس طبعا لازم أن يكون المية فيها قطع تلج كده صغيرة، عشان برضو تفضل الكريمة معاكي ساقعة طول ما انت شغالة. جلست كده اول تورتاية زي ما انتوا شايفين اهي، على فكرة مقاسها حلو ما شاء الله، بتكفي 6 أو 5 لو هتقطعها كبيرة قوي. بتكفي 5 افراد. هي حجمها حلو قوي، يعني هنقول اللي هي اللهم صل على النبي 18 12 في 18 كده يعني. بيحبوا اللي هي المربعة دي، يعني انا لما بنزلها بتطلب مني كتير وكده. عملت كده اول واحدة وهعمل التانية هي برضو معاكم، هقفل التلاتة معاكم يعني عشان تشوفوهم. انا كنت اقفل واحدة بس ورجعت انا قلت اقفل التلاتة تشوفوهم ايه وانا بقفلهم وكده. ما خدوش معايا حاجة يعني، اتقفلوا على طول. قطعتهم كده، والصاج حتى لو انتي مش عاوزة تعجنيه من بالليل بتعجنيه قبلها بساعة كده ولا 2، وبتسيبيه بيبرد على طول وبتشتغلي فيه على طول. ارتفاعها كمان ما شاء الله عامل ازاي، يعني الارتفاع بتاع التورتاية حلو قوي. طبقات بتاعت الاسبونج تخينة. قفلتها كده، بحس ان في حتة فاضية ولا حاجة بحط لها كريمة. كريمة زي ما انتوا شايفين ناعمة ما شاء الله، ولا سايحة ولا اي حاجة. بجيب الكيلو ب300 جنيه. معرفش بقى في الاماكن التانية بتتباع ارخص يعني ولا ايه ولا اغلى، فانا معرفش. انا بجيبه الكيلو دلوقتي ب300 جنيه. الكيلو بيطلع لي شغل كتير حلو يعني، وبحط معاه باستر وبحط معاه هو باستر يعني وسكر والمية بس، ما بعملهاش بلبن ولا اي حاجة. سويت بقى كده تاني واحدة اهي ما شاء الله، ما خدوش اي حاجة معايا. دي اخر واحدة. بعد كده هسيبهم بقى يرتاحوا كده ساعة ولا حاجة، لو انت مش مستعجلة عليهم يعني سيبهم ساعة ولا حاجة في الفريزر او في التلاجة. الجو بقى طبعا هيبتدي يبقى حر، فبحطهم في الفريزر نص ساعة كده. وبعد كده بطلعهم واحطهم في التلاجة، عشان ما في ناس بتاخدهم متلجين بيقولوا لي ان هي متلجة وزعلانين اوي ان هي بتبقى متلجة، رغم هي ما بتتلج بتبقى بتحافظ عليها يعني. بتاخدها من هنا بتبقى ما تتبهدلش منها، لكن هي بتفكر ان هي بايته وان هي بقالها كتير عندك في التلاجة وكده. فانا مبقتش احطهم في الفريزر كتير، بحطها تمسك بس نفسها كده واروح حطها نقلها حطها في التلاجة. كده انا خلاص كده قفلتهم اهم التلاتة دول، التلات ترط اللي طلعوا من الصاج. ما بياخدوش تقفيل نص ساعة او ربع ساعة معاكي. وبعد كده بتسيبهم يرتاحوا بقى وترجعي ايه تحط لهم الفينش الاخير. خلاص بقى كده بعد ما ارتاحوا في الفريزر نص ساعة كده هحط لهم بقى الجوليو شوكولاتة، مش هحط جناش هحط جوليو. وهعمل لهم الدريبات بقى، يعني انا بحط الجوليو الاول الشوكولاتة، وبعد كده بروح حاطه مش دريبات بقى، روزيتات. هحط روزيتات. سبت حتة كريمة كده حطيتها في التلاجة كده، وعشان اشتغل بيها يعني اعمل بقى روزيتات. مش بحب اعمل روزيتات خالص بالكريمة، بحب اشتغل بمربة الحليب بس، هو الشكل ده اللي كان مطلوب يعني وكده. اهي زي ما انتوا شايفين هلفها كلها كده. انا هقفل بس دي معاكم، والباقي اقفله الاتنين التانيين هقفلهم نفس الشكل يعني، هيبقوا نفس الشكل وكده. انا عامله شوكولاته كده بشراها، وعامله شبابيك، وعامله معالق حطيت فيها كتير يعني والله، يعني رغم سعرها قليل. انا كنت عرضتها ب100 جنيه بس لقيتها مش مطلوبه قوي، يعني عشان ب100 جنيه مش مطلوبه قوي. عرضتها ب90 جنيه، فما شاء الله طلبت يعني طلبت كتير، فال10 جنيه بتفرق معاهم. فيعني عشان هي ب100 جنيه ما لقيتها تقيلة كده، يعني 2 3 ايه اللي بيطلبوها. لكن لما عرضتها ب90 ما شاء الله كله عمال يحجز يعني ويسأل عليها.
خلاص ده كان شكلها. بقى نحط شوية نوتيلا بيضة كده يدوا شكل. فانا بحتها ب90 جنيه، بعت الواحدة ب90 جنيه. انت عاوزة تبيعها ب80، عاوزة تبيعها لو هتتباع عندك ب100 جنيه وهتمشي حلو هتبقى حلو. هتتباع ب90 مكسبها برضو حلو، يعني ايه ما شاء الله حلو. وب80 مكسبها يبقى حلو برضو، بس مش زي طبعا ما هتبيعها ب90 او ب80. ده كان شكلهم النهائي. يا رب يكون عجبوكم. ما تنسونيش باللايك يا جماعة، ومع الف سلامة.